بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم فيديو جديد. الفيديو الجديد بهذا الفيديو نتكلم ثاني أساس من أساسيات النقش حسب كتاب تعلم النقش من البداية حتى الاحتراف، أن الأساس الثاني اللي هي الخطوط. طبعا تعريف الخط بلغة الرياضيات والهندسة، الخط هي عبارة عن مجموعة من النقاط متصلة مع بعض، أو ممكن الخط نقول هو نحن نوصل ما بين نقطتين نحصل على خط معين. فهنا معنا حسب كتاب تعليم النقش معنا درس الخطوط. هنا حسب الكتاب تم تصنيف الخطوط إلى عدة أصناف وعدة أنواع حسب الحجم، ومن حيث الانفراد والتكرير، ومن حيث الاتجاه، ومن حيث التعبئة. من حيث الحجم معنا خطوط نحيفة ومتوسطة وعريضة، ومن حيث التكرار الانفراد قد تكون متكررة منفردة ومتكررة نفس الحجم، متكررة مختلفة الحجم. من حيث الاتجاه قد ممكن نرسم خط أفقي، خط رأسي، خط مائل من الجهتين. أما من حيث التعبئة معناته إن احنا نتحكم بالزين اللي داخل كل خطين نرسمهن مع بعض. هذا حسب الكتاب من الناحية النظرية. ومعنا الآن نشي نطبق عمليا بالفيديو كيف نحن نرسم الخطوط باستخدام الفرشاة. معنا هذا هو مادة الإكريليك اللي تم تجهيزها مسبقا، وهذه الفرشاة المستخدمة للنقش. تم ارتداء الجلافز حفاظا على اليد. الآن نتعلم كيف نرسم الخط. طبعا شرط رئيسي من رسم الخطوط السرعة، يعني إذا رسمنا الخطوط بشكل بطيء هيكون متعرج، لكن لما ترسم إنه بشكل سريع هيكون شبه مضبوط أو مضبوط. مع التكرار هيكون مضبوط تماما. أول حاجة نريد نعرف الخط النحيف. الخط النحيف نفس ما نرسم النقطة النحيفة، النقطة الصغيرة. النقطة الصغيرة نلامس بالفرشاة لمس الجلد، فالخط النحيف نفس الفكرة، نلامس الفرشة تلامس الجلد لمس، لكن نرسمه بشكل سريع بهذا الشكل. هذا الآن خط نحيف. الخط المتوسط نعمل ضغط خفيف على الفرشاة ليعرض الخط، وبشكل سريع نحرك اليد. أما الخط العريض فإحنا نضغط الفرشاة إلى نصف الريش الشعر الفرشاة ليكون عريض بهذا الشكل. هذا الآن متوسط، وهذا الآن العريض. الآن لما نركز شوفين مع السرعة يكون الخط متقن أكثر. أما لما تنقشين بشكل بطيء شوفين كيف يكون متعرج، بس بشكل سريع. حتى لو كان بالطرف هنا ثخين ومن الطرف الآخر نحيف عادي، مع النقش تنعت تثقلين، ممكن لما تشي تواصلي الخط من ناحية النحيف تواصلي بهذا الشكل. إذن هذه طريقة نقش الخطوط المستقيمة. هنا في سؤال مهم. السؤال يقول: أين ننقش الخطوط؟ يتم نقش الخطوط بأماكن مختلفة حسب ما تبصر نوع النقشة. فالخطوط بشكل عام يتم نقشه في نقش تسمى الحزامات أو في الأصابع، هذه بشكل عام النقاط السائد، أو في نقشة الشبكة. معنا هنا حسب الكتاب مجموعة من الصور التي توضح أماكن نقش الخطوط والنقشات التي تستخدم الخطوط. معنا هذا نقش من النقش الهندي، وهذه نقشة أصابع تستخدم الخطوط، هذه نقشة الشبكة.